السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم منوعات أمينة وجنات. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، وعواشركم مبروكة، تدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. قبل ما نبداو الوصفة ديالنا نبداو بالصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. اليوم أخواتي غادي نشارك معكم وصفة كنوجدوها في جميع المناسبات وفي الأعياد، ديال غريبة بالكوك والسميدة. هذا النوع ديال الحلويات التقليدية المغربية اللي ما كتخطى حتى شي مناسبة إن شاء الله. غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير هاد الحلوة هذه البسيطة والمحبوبة عند الجميع. بسم الله أخواتي، من بعد ما درت واحد القبصة ديال الملح كيف ما واضح، كنضيف 3 ديال البيضات بحرارة المطبخ. دائما الوصفات بالنسبه للحلويات ولا الكيك كيكون عندنا البيض على برا، ما نديروش في الثلاجه، ولا كان كنجبدوه قبل ما نخدمو به. كنزيد نضيف اخواتي واحد الكاس ديال السكر سنيده، وكاس الا ربع ديال الزيت. عندي هنا غادي نسم هاد غريبه بالقشور ديال الحامض، ممكن ديروا الفاني ولا القشور ديال البرتقال ولا زهرة البرتقال، يعني كل واحد يدير داكشي اللي متوفر عنده واللي كيبغي ينسم به الحلوه ديالو. كنخلط هاد المكونات مزيان. كيف ما كنقول لكم دائما راني كنسرع الفيديو فقط باش ما يطولش عليكم بزاف. اما بالنسبه لاي مكون كنضيفوه راه حنا كنعطيوه حقه في التحريك باش الوصفه ديالنا كتجي ناجحه. هذا عندي هنا الكوك، النوعيه ديال الميدمه، يعني ملي كنحكو ما بين صبعاني كيبقى يطلق واحد الزيت ما بين الصبعان. النوعيه الميدمه باش كتجي في الغريبه ديالنا ناجحه وكيجي داك الكوك معلك فيها. صافي كنحرك مزيان. الكوك العادي اللي ما كيكونش ميدم كتجي غريبه به ناشفه، اما هذا كتجي الغريبه معلكه. كنزيد نضيف واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات، وغادي نزيد نضيف السميده. بالنسبه للكوك والسميده انا درت نفس القياس، يعني هاد الزلافه او هاد الجبانيه هذه كتهز لي تقريبا 2 كيسان، ودرت نفس القياس ديال الكوك وديال السميده. غير هو السميده غادي ندير بالتدريج، يعني نشوف القوام، ما خصنيش تجيني قاصحه بزاف لان مازال غادي تشرب السميده. كنزيد شويه بشويه وانا كنشوف الخليط واش مازال خصو نضيف له السميده ولا غادي نكتفي غير بهذا القدر هذا. ونخلطو مزيان هذا الخليط بحال كندلكوه كما واضح، يعني كندخلو ديك السميده مزيان، كنفركو السميده والكوك مزيان بهذه الطريقه. وجميع الاخوات راهم كيحضروا هذه الغريبه هذه فقط، يعني كنزيدو نشرحو في الفيديو على حساب الاخوات المبتدئات اللي ما عمرهم حضروا غريبه ديال السميده وديال الكوك، راها من اسهل ما يكون. هنا اخواتي كنزيد نضيف واحد المعلقه ديال دقيق النشا اولا دقيق الذره، وغادي نزيد نضيف ايضا واحد المعلقه ديال المربى السائله اللي خاصه بالحلويات، كتعطي واحد التعليكه رائعه لهاد الغريبه هذه. بالنسبه اللي ما توفر لهاش النشا ممكن تعوضها بمعلقه ديال الدقيق. صافي وغادي نزيد نخدم هاد المكونات مزيان، ندخل داك النشا والكونفيتور في هاد الخليط ديال السميده. انا هنا راه عندي الخليط شويه مرخوف، ولكن كيف ما قلنا راه من بعد كتشرب وكيجي القوام ديالها هو هذاك. من بعد ما نخليها ترتاح واحد شي دقائق وصافي، ماشي خليتها بزاف. صافي هنا غادي نجمعها ونخليها ترتاح واحد شويه، ومن بعد كناخذ هنا عندي الماء زهر، واللي ما كانش عندها ممكن دير غير الماء. وهنا عندي سكر كلاصي، كنبدا ندير كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو.
وكنحطهم في سكر كلاصي حتى كندير واحد الكميه، وعاد من بعد كنبقى نفندهم في داك السكر كلاصي ونحطهم في اللاطه ديال الفران. بالنسبه للفران اخواتي، انا من بعد ما ساليت هاد اللاطه الاولى شعلت الفران من الفوق وخليته مشعل غير من الفوق باش يسخن، لان غادي العافيه اللي خصها تكون في الفران خصها تكون فوق الغريبه حتى نشوفها تشقات مزيان. عاد كنشعل عليها من التحت باش طيب من الجهه التحتانيه. صافي هنا كندير هاد الحبات ديال الغريبه كندوزهم في سكر كلاصي مزيان وكنحطهم في اللاطه كما واضح وكيف ما معروف. راني قلت لكم اخواتي الى شرحت الفيديو فقط على حسب الاخوات المبتدئات اللي كيشوفوا الفيديو لاول مره، ولا اللي غادي يحضروا غريبه لاول مره، او للطالبات اللي كيكونوا ساكنين بوحدهم وكيبغيو يديروا حتى هما حليوه هكا في المناسبات. كنزيد واحد الحبات ديال الكاوكاو من الفوق للتزيين فقط. ممكن تستغنوا على هاد الطريقه، على هاد اللمسه هذه اللي درت فقط للتزيين. صافي هنا غادي ندخل اللاطه ديالي الفران من الجهه الفوقانيه حتى يتشقق، وعاد كنشعل من التحت كما شرحت لكم من قبل. هذا هو الشكل ديالها اخواتي، كتجي رائعه وكتجي مفقعه كامله ومشقه وطايبه. الشكل ديالها والمذاق وحتى الرائحه ديالها كتجي رائعه جدا. كنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، واللي بقات معايا حتى لهاد اللحظه كنتمنى التوفيق للجميع والله ييسر الامور للجميع. شكرا على المشاهده وشكرا على اي تعليق كتخليوه في الفيديو، واللي مازال ما اشتركتش في القناه فضلا وليس امرا اخواتي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم هو هذا، وصفه بسيطه جدا وحاضره في جميع المناسبات. كنتمنى اخواتي الفيديو يكون نال اعجابكم، كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. شوفوا الشكل ديال الغريبه ما شاء الله كتجي مشقه وكتجي معلكه من الداخل. وصافي اخواتي هذا هو الفيديو ديال اليوم، سهل متواضع في متناول الجميع ان شاء الله. حلوه مغربيه تستحق ان الجميع يشاركها مع وليداته في هذه المناسبه ديال العيد. وخليتكم على خير وكنقول لكم عيد مبارك سعيد على الجميع، الله يدخلوا بالصحه والسلامه وطول العمر على الجميع ان شاء الله. مع السلامه، دمتم في امان الله.